مساء الخير. النهارده الفيديو بتاعي كله هيكون عن محمد صلاح، فخر مصر، فخر العرب، فخر العالم. انت يا محمد يا صلاح عملت اللي ما عملوش ناس كتير قوي. انت بديت هدفك ويعني ضميرك ان انت مش عايز تكون اكبر ملياردير في العالم، بس عايز تكون احسن لاعب في العالم، لان ده هدفك. هدفك مش الفلوس، هدفك انك تحقق طموحك، هدفك انك تحقق حاجه، امنيه انت من زمان قوي قوي تستحقها. انت مرشح انك تكون احسن لاعب في العالم. كمل وان شاء الله هتكون احسن لاعب في العالم وترفع راس مصر اكتر ما انت رافعها. انت ما اثرتش فيك الفلوس ولا المليارات، لانك الناس مش قادره تفهم يعني ايه واحد يتعرض عليه مبلغ زي اللي اتعرض عليك ده وانت رفضته، لان انت مكتفي باللي عندك. السعادة مش ان انت تبقى معاك اغنى واحد في العالم ولا في الوطن العربي، لا، انت عايز تكون حاجة، عايز تكون ليك هدفك، هو ده اللي هيحقق لك السعادة وهيرضيك من جوه. وده اللي انت فعلا عملته، واحنا فخورين بيك ولازم ندعمك، ولازم. انت فعلا اللي سماك فخر العرب، انت فعلا فخر العرب. ومش لازم ابدا ان نادي الاتحاد يزعل، ولا يجي مشجعين الاتحاد ويتكلموا علينا ويقولوا تسدد ديون مصر بالمبلغ ده. انت عامل اكتر من كده في مصر، انت بتجوز ملايين، انت عامل وفاتح حاجات وبيوت. والواحد لو اتكلم على اللي بتعمله، وده يمكن يا ابني اكتر حاجة مكمله لك وبتخلي رزقك يوسع اكتر واكتر. ولما هتكون احسن لاعب في العالم هيبقى معاك اكتر من الملايين اللي هتاخدها من بتاع الاتحاد. وارجوكوا يا نادي الاتحاد ما تاثروش عليه اكتر من كده، لان مهما هتعملوا له او مهما تدوا له مش هتعرفوا توصلوا لطموح محمد صلاح. مش كل حاجه الفلوس، مش كل حاجه الفلوس. وانت يا كويتيه اللي اتكلمتي ولا الاماراتيه، ما اعرفش، حد خليجي يتكلم، ما اعرفش، كانت عامله فيديو وبتقول تعالى عندنا ونسدد لكم ديون مصر. الفلوس اللي هتاخدها هتسددها. كانت كلمه صعبه قوي على المصريين. عايزه اقول لك حاجه واحده بس، عايزه اقول لك اسالي جدك واسالي والدك مين اللي علمكم، مين اللي وصلكم للمرحله اللي انتوا فيها دي. هيقول لك المصريين. المدرسين المصريين كلهم هم اللي كانوا بيعلموكم ووصلوكم للي انتوا فيه، اللي هم المصريين اللي انتوا دلوقتي جايين بتفخموا عليهم بفلوسهم بتعايبوا علينا وعلينا ديون. احنا كدولة مصرية ليها تاريخها وليها احترامها وليها كيانها. ما نقدرش ابدا نتكلم عن المصريين لان احنا العرب، سواء عندكم مليارات فلوس او ما عندكوش. أنا مش عايزة أتكلّم ونغلط في بعض، بس عايزة أقول لازم نعمل حدود وسقف حدود، أو يعني مثلًا ما نقدرش نغلط في بعض لإن إحنا عرب زي بعض، ولازم إيدينا تبقى في إيد بعض. ومش لازم إن إحنا واحد يقول إحنا نشتري نادي ليفربول كلّه. نادي ليفربول كلّه ده أنتم ما وصلتوش حتى مين يعرف نادي الاتحاد؟ مين يعرف ليفربول؟ شوفوا كده الحجم واتكلّموا. عيب، عيب تقولوا إنكم عايزين تشتروا العالم بفلوسكم وإن فاكرين إن دي هتبقى هي الحاجة الجميلة. السعادة عايز أفهّمكم مش الفلوس، السعادة أنت بتحقق إيه، هدفك إيه، إزاي تعرف ت ت تعمله وتحققه. آآ أنا لازم كنت النهارده أتكلّم لإني فخورة بيك يا محمد يا صلاح، وإن شاء الله هتكسب الكرة الذهبية، إن شاء الله هتكسب وتفوز بأحسن لاعب في العالم. وأنت فخر مصر وهتفضل طول عمرك فخر مصر. والسلام عليكم.